اول لما نشوف التيار ده نقول له السلام عليكم، يقول لك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بمعنى يا مستر نفترض ان التيار المتردد ده اللي هو طالع نازل ده قيمته العظمى اسمه 100. انت لو قلت له ازيك يا 100 مش هيرد عليك. اشمعنى؟ لان مش كل القيم اسمها 100، هو 0 10 20 50 80 100 وصل للماكس 100 80 70 وهكذا. فلذلك اصطلحوا على حاجه اسمها القيمه الفعاله. طبعا الكهرباء اللي عندنا في البيت ده كهرباء متردده، بمعنى هو بيجي لي جهد البيت حوالي مثلا 240 فولت 250 فولت، ده القيمه الماكس. ولكن انا ما بستفادش من الماكس، امال انا بستفاد بمين؟ بستفاد يا مستر بحاجه اسمها القيمه الفعاله اللي هي الافكتيف. فلذلك بيقول لك ان الاي ام اف الافكتيف هتساوي القيمه الماكس على جذر 2، يعني القيمه العظمى اللي هي وصلت البيت ده اللي هي حوالي 250 لما نقسمها على جذر 2 هيديك قيمه حوالي 220 فولت. انا بقى بستفاد بالفعاله اللي هي الافكتيف. كذلك التيار، عشان التيار هو طالع نازل، فالقيمه الافكتيف القيمه اللي انا هستفاد بيها اسمها القيمه الماكس على جذر 2. طبعا سيادتك عارف ان الاي هتساوي الاي ماكس ساين ثيتا، وكذلك ايضا ان الاي ام اف بتساوي الاي ام اف ماكس ساين ثيتا. ساين ثيتا معناه ان هي بتتغير طالعه نازله. فلذلك انا لو معايا القيمه الماكس وقسمتها على جذر 2 هجيب يا مستر القيمه اللي هي القيمه الفعاله. وبناء عليه القدره يا مستر اللي احنا خدناها زمان قوي كانت بتساوي ايه؟ قدره كانت بتساوي اي تربيع في ار او اي ام اف تربيع على الار. الاي ام اف ده اللي هو كانه فرق الجهد اللي هو الفي، فممكن اقول له في تربيع على ار او اي ام اف في اي اللي هو الفي في الاي. انا بقى دلوقتي التيار اللي طالع من الدينامو ده تيار متردد، يا ترى بقى هختار القيمه الماكس ولا القيمه الفعاله؟ قال لك انا هختار القيمه اللي انا بستفاد بيها الا وهي القيمه الفعاله. فخلي بالك وانا بحسب القدره التيار اللي في القانون هو تيار فعال، وكذلك الاي ام اف دي فعاله، وكذلك الفي في الاي هقول له الفعال في الفعال. يعني لو اداك الماكس هقسمه على جذر 2. واحده واحده بقى. احنا بنقول له ان الاي ام اف بتساوي ناباوي ساين ثيتا. القانون ده هستخدمه وانا بحسب القيم اللحظيه، بمعنى الزاويه ب10 الزاويه ب20 الزاويه ب30 الزاويه ب40 الزاويه ب50 ب60 ايا ايه قيمه الثيتا يقابلها قيمه اسمها اي ام اف. فالاي ام اف دي هتساوي الماكس اللي هو ناباوي في ساين ثيتا. حلو كده. انما وانا بحسب القدره لا، القدره والطاقه، القدره البي دبليو والانرجي اللي هو الطاقه، القيم اللي موجوده هي قيم فعاله. فخلي بالك يعني لو جه قال لك ان الاي ماكس بكذا لا اقسمها على جذر 2 عشان انا بحسب الايه؟ عشان انا بحسب القدره. ولكن لو جه قال لك احسب لي مثلا التيار عندما يصنع الملف مع المجال زاويه 60، عندما يصنع الملف مع المجال زاويه 60 عندما او عند او بعد، ده قيمه لحظيه. فانا هقول له ان الاي هتساوي الاي ماكس ساين ثيتا. الاي ماكس معاك في المساله. طب في الحاله دي بقى لو هو مديك الفعال، في الحاله دي بقى لو هو مديك الفعال اروح اضربه في جذر 2 عشان اجيب الاي ماكس. طب ليه ما استخدمتش الفعاله يا مستر؟ لان انا في الحاله دي مش بجيب القدره او الطاقه. يعني القانون الاساسي اي ماكس ساين ثيتا، انما وانا بحسب القدره او الطاقه خلي بالك من القيمه الفعاله. وانا هاخد امثله كمان شويه. الانرجي يا مستر اللي هي الطاقه، الطاقه بتساوي برضك القدره في الزمن، والقدره واحده من الثلاثه، اي تربيع في الار في تربيع على الار في في اي. الفي والاي كلهم قيم افكتيف. هو حد يضحك عليك يقول لي هي الار قيمه فعاله ولا قيمه ماكس؟ الار دي قيمه ثابته. اجيب القيمه الفعاله، الحاجه بتتغير، الحاجه طالعه نازله طالعه نازله. فخلي بالك. بص هنا كده ادي يا مستر الاي ام اف وادي الثيتا وادي المنحنى طالع نازل. تعال كده نحلل المنحنى ده. ده الاي ام اف اللي هو الشيطان وبدأ من الصفر. اكتب هنا موازي ولا عمودي؟ اكتب هنا بدأ من الوضع العمودي. حته بدأ منين دي مهمه جدا، خلي بالك. حته بتعامل مع فاي ام ولا اي ام اف مهمه جدا دي، خلي بالك. هنا الثيتا بصفر فلذلك الاي ام اف بصفر. من الصفر لحد ال90 انا ما يهمنيش الثيتا، انا يهمني ساين الثيتا. يعني من الصفر لحد ال90 الثيتا عماله تزيد فقيمه الساين بتزيد. قيمه الاي ام اف معتمده على قيمه الساين، اوعى تنسى الساين. من ال90 لحد ال180 الثيتا بتزيد بس قيمة الساين بتقل، فاللي يهمني هي الساين وليس الثيتا. هنا يا مستر في بقى ايه؟ صفر، في 10، في 20، في 30، في 45، في 90. الفعالة بقى، الفعالة دي بتساوي الماكس على جذر 2. ايه القانون الاساسي؟ هتقول لي ان الاي ام اف بتساوي الماكس ساين ثيتا. احنا لو جبنا القانون ده بقى
وعملناه هنا، مش كأن القيمة اللحظية اللي هي الاي ام اف دي كأنها مكان الفعالة. هتقول لي تمام، كمل القانون كده. هتقول لي بتساوي الماكس ساين سيتا، ما هي الماكس موجود، مين ساين سيتا؟ هتقول لي 1 على جذر 2، فكأن شلت 1 على جذر 2 وحطيت ساين سيتا. هقول له شيفت ساين 1 على جذر 2 يديني القيمة الفعالة تبقى قصاد ال 45. يعني هنا كده لو الزاوية دي اسمها 45 وجا قال لي القيمة دي اسمها 10، مين ال10 دي يا مستر؟ هقول له ال10 دي هي القيمة الفعالة لأنها قصاد ال 45. في الحالة دي لو جه قال لك الماكس بكام هقول له هتساوي الفعالة اللي هي 10 في جذر 2 هجيب الاي ام اف الماكس. ولكن بكرر تاني، ولا بحسب القدرة أو الطاقة بستخدم قيم افكتيف، لأنه في سنة 21 دور أول اداله إيه؟ اداله القدرة واداله الار، فمين اللي هيطلع؟ الافكتيف. جه قال له احسب لي اقصى تيار، ما هم القدره والار هتجيب منهم الاي افكتيف، هو عايز اقصى تيار. الاي افكتيف اللي طلع ده اضربه في جذر 2 اقدر اجيب منه قيمه الاي ماكس. خلي بالك خلي بالك خلي بالك، مساله يا مستر عشان نفهم من خلالها حته القدره والطاقه. المعادله دي مهمه جدا 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 جدا، وما تخافش من المعادله. الاي ام اف بتساوي 100 ساين 18000 تي، نفس المعادله خدناها من شويه. هقول له الاي ام اف دي هي القيمه اللحظيه هتساوي الاي ام اف ماكس ساين سيتا. حلل لي كده المعادله دي. هتقول لي اكتب المعادله الاساسيه اللي هي الاي ام اف هتساوي اي ام اف ماكس ساين سيتا. مين السيتا يا مستر؟ هو بيقول لي 18000 تي، ما هي السيتا عباره عن اوميجا في تي. حلو كده، فالتي هي التي، يبقى ال 18000 دي هي الاوميجا، الساين هي الساين، الماكس هي ال100، اللحظيه هي اللحظيه. حلو كده. وبيقول لي في المساله دي ان الار ب 10. بيقول لك احسب القدره المستنفذه في هذه الحاله. سهله، هقول له القدره بتساوي لا اما اي تربيع في الار لو انا معايا الاي، او في تربيع على الار، وبما ان هنا معايا الاي ام اف اللي هي الفي فلذلك هقول له اي ام اف تربيع على الار. بس انهي اي ام اف يا مستر؟ الافكتيف، اوعى تنسى الافكتيف. الماكس هنا بكام؟ الماكس ب 100، فلو قلت له 100 تربيع غلط هقول له 100 على جذر 2 هاتها كده واللي يطلع كله ربعه. ده الاي ام اف تربيع. على الار بكام يا مستر؟ على الار ب 10. اقدر اجيب القدره في هذه الحاله. دايما القدره مش محتاجه زمن، اللي دايما محتاجه زمن هي الطاقه. اسمع كده، احسب الطاقه المستنفذه خلال نص دوره. تقول لي يا مستر هي مش الطاقه محتاجه زمن؟ هقول لك اه. هتقول لي هي فين الزمن في هذه الحاله؟ هقول لك هي نص دوره دي شويه. ما هو لما يقول لك دوره يعني الزمن زمن دوري اللي هو تي كابيتال، ولما يقول لك نص دوره يعني الزمن هيبقى نص زمن دوري. هنجيب الاف الاول ومن الاف هقلبها، يبقى انا جبت الزمن الدوري واضربه في نص. مش المفروض ساين 18000 تي؟ قلت لي اه. مش ال 18000 دي هي الاوميجا؟ هقول لك اه. يبقى الاوميجا هتساوي 18000. حلو كده. احنا قلنا مين الاوميجا دي؟ مش قلنا لو الناس فاكره 360 اف هتساوي 18000. حد يقول لي يا مستر انت ليه قلت 360 اف؟ السيتا بتساوي 2 باي اف في تي، فعشان ما تنساش ان الباي اللي قدام السيتا ب 180 قلت لك احفظ ان السيتا بتساوي 360 اف في تي. طبعا التي انا مش عايزها، يبقى الاف هتساوي اقسم هنا على 360 وهنا على 360 يطلع الاف يا مستر ب 50 هرتز. هات الزمن الدوري، مش الزمن الدوري ده هو مقلوب التردد، يبقى 1 على 50. انا عايز الطاقه، هقول له الطاقه بتساوي القدره في الزمن. القدرة احنا جبناها خلاص. طب مين الزمن؟ ده بيقول له نص دورة، يبقى الزمن ده نص زمن دوري. الزمن الدوري انا جبته 1 على 50 اضربه في نص. طب لو كان قال لك خلال دورة ونص، هات الزمن الدوري واللي يطلع اضربه في 1 ونص. فدايما اللي محتاجة زمن هي الطاقة وليست القدرة. نجمع يا مستر الكلام تاني كده بالراحة. القدرة هتساوي اي تربيع في الار في تربيع على الار في اي. القدرة والطاقة وانا بحسبهم بستخدم قيم افكتيف، فاوعى يديك الماكس وتستخدمها. خلي بالك ممكن يديك رسمة للفي مع الزمن والاي مع الزمن ويديك دي الماكس ودي الماكس ويقول لك احسب القدرة، فتقول له ان القدرة بتساوي الفي في الاي. ايوه انهي في؟ انهي تيار؟ القيمة الماكس اللي اداها لك دي خدها واقسمها على جذر 2، والاي اللي اداهولك هو كمان خده واقسمه على جذر 2، حيث انه في القدرة والطاقة بنستخدم قيم فعالة. فخلي بالك
كده يا مستر احنا خلصنا من حتة القيمة الفعالة. خش يا مستر بعد كده بقى على حتة مهمة جدا 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 بتلخبط معظم الطلبة، ألا وهي القيمة المتوسطة. ركز وإن شاء الله هتبقى سهلة بأمر الله. القيمة المتوسطة يا مستر، أول لما تسمع كلمة متوسط يبقى عليك وعلى بابا الشغلانة. مين بابا الشغلانة في الفصل الثالث؟ هو قانون فرضي اللي هو الاي ام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي ام مع دلتا تي، انما نبوي ساين سيتا دي يا مستر قيمة لحظية. أنا بقى عايز أربط سالب ان دلتا فاي ام مع دلتا تي، عايز أربط القيمة المتوسطة بزمان سيدك نبوي اللي هو القيمة الماكس. يعني هو الباشا يديك مثلا القيمة الماكس او يديك قيمة لحظية فتجيب منها الماكس، ومن الماكس يا معلم تجيب القيمة المتوسطة. صلى على النبي وتعالى لي. الاي ام اف المتوسطة اللي هي الافريج بتساوي سالب ان دلتا فاي ام مع الدلتا تي. بيني وبينك هي كتير جدا، اصل بيقول لي احسب المتوسط والدورة الكاملة هي 360 درجة، فيا ترى أنا هحسب المتوسط من فين لفين؟ ممكن يقول لك من 0 لحد 30 درجة، هات لي المتوسط في الحتة دي. دايما المتوسط لازم يكون معايا البداية والنهاية. يعني ممكن يقول لك احسب لي المتوسط خلال ربع دورة، أيوة من فين لحد فين؟ هيقول لك والله من هنا، البداية مثلا من هنا، وعد لي ربع دورة. خلال الفترة دي المتوسطة بكام؟ ممكن يقول لي خلال تلت دورة، خلال نص دورة، خلال 3/4 دورة، خلال دورة كاملة. فالمتوسطة أكيد هتختلف يعني. فلذلك عملنا قانون نسهل على الناس شويتين. ايه القانون ده يا مستر؟ القانون ده بيقول لك سالب 360. طبعا القانون ده مشتق من اللي فوق، مشتق منه عشان يسهل لك الدنيا. سالب 360 ناب اف، لان اللي هي عدد اللفات، والاي اللي هي المساحه، والبي اللي هي كثافه الفيض، والاف اللي هو التردد، ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1 على سيتا 2 ناقص سيتا 1. هتقول لي مين السيتا دي يا مستر؟ هقول لك كلمه واحده، طيبة. يعني ايه طيبة؟ يعني بتاع الفاي ام. ايوه، لان اسمها دلتا فاي ام، فالسيتا دي هي الزاوية بين الملف والمجال. طيب هستخدم القانون ده امتى يا مستر؟ لما يديني الان او الاي او البي والاف، وده هتبقى قليل شويتين. معظم المسائل يا مستر هيديني القيمة الماكس، فلذلك عدلنا دي وعملنا دي. طبعا الاف دي اللي هي الدبليو بتساوي 2 باي اف، فهنشيل الاف يا مستر ونحط الدبليو على الاتنين باي. ظهر لي فوق سيدك نبوي اللي هو القيمة الماكس، فلذلك شلنا ناب اف وحطينا الماكس على الاتنين باي. لو اداك القيمة الماكس اشتغل بده، اداك الناب اف خليك في اللي فوق. حلو كده، تعال نتعرف عليه بالراحة. 360 ده رقم ثابت هتنزله. هنا انا عايز الماكس مش اللحظية، مش القيمة اللي قصاد ال 30 ولا ال 50 ولا ال 45 ولا حتى الفعالة، انا عايز الماكس. هنا الاتنين باي، الباي هنا ب 22 على 7 ده رقم ثابت. ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1 على سيتا 2 ناقص سيتا 1، وقلت لك السيتا دي هي سيتا طيبة. تعال بقى ناخد كذا مثال كده، وفي وسط الأمثلة هديك الأكتر أسئلة جت في المتوسطة سنة 21، وبأمر الله هنحلها بمجرد النظر. تعالى كده بص لي فوق كده، جه قال لك ده الاي ام اف مع السيتا. اولا ما تخافش من شكل السؤال، واحده 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 واحده. السؤال بيقول لي احسب الاي ام اف المتوسطه خلال ربع دورة بدءا من وضع الصفر. طبعا احنا قلنا وضع الصفر ده اللي هو الوضع العمودي، يعني اللي هو بيقول لك بداية من هنا، ده اللي هو وضع الصفر اهوت. بعد اذنك امشي لي ربع دورة. يعني ايه ربع دورة؟ ربع دورة يعني ربع في 360، يعني انا همشي 90 درجة. منين؟ همشي من هنا لحد هنا 90 درجة. ادي يا مستر، يبقى دي البداية ودي النهاية. حلو كده. هو بيقول لك من هنا لحد هنا المتوسط بكام؟ ما قالكش بعد ربع دوره الاي ام اف بكام. انت عارف لو جه قال لك بعد ربع دوره من هنا، يبقى انا وصلت هنا في اللحظه دي القيمه هتبقى ماكس. انما بيقول لي عايز المتوسط خلال ربع دوره. صلى على النبي. هنشتغل بالقانون ده على طول اللي هو سالب 360. هل يا مستر انا معايا الناب اف؟ لا، بس هل انا معايا الماكس؟ ابص على المساله، ده انا ممكن اقدر اجيب الماكس. هل ال100 دي ماكس؟ لا، دي الماكس اهي، دي تحت الماكس بشويه. امال مين ال100 دي؟ هتقول لي هي قيمه لحظيه قصاد ال30. زي الفل، مش ده قيمه لحظيه؟ عليك وعلى نبوي ساين سيتا، هقول له الاي ام اف هتساوي الماكس ساين سيتا. مش دي اللحظيه؟ ادي 100 هتساوي ادي الاي ام اف ماكس. وعشان يا مستر المنحنى هنا بدأ من الصفر، فاقول له دي داله الساين. الزاوية هنا بكام؟ ب30، فأقول له هتبقى ساين 30. 100 على ساين 30 يبقى القيمة الماكس في الحالة دي يا مستر ب200.
طب نفترض الزاوية دي 15، هقول له يعني ال100 هتساوي الماكس ساين 15، وهنا ساين لأنه بدأ من الصفر. حلو كده، أنا جبت الماكس. الماكس هنا بكام يا مستر؟ طلعت الماكس يا مستر هنا ب200، على ما تنساش الاتنين باي دي، والباي هنا بكام؟ ب22 على 7. كلام سهل جدا لحد دلوقتي. اصحى لي بقى في السيتا دي. قلت لك السيتا دي يا مستر هي سيتا طيبة، اللي هي الزاوية بين الملف والمجال. واحدة واحدة. فين البداية؟ مش دي البداية؟ شو عايز المتوسط من هنا لحد هنا؟ البداية يا مستر الاي ام اف بصفر، صح؟ الشيطان بصفر. يعني هنا مستوى الملف ايه؟ هتقول لي عمودي. يعني سيتا واحد دي اللي هي الطيبة دي، اللي هي الزاوية بتاع الفاي ام، اللي هي الزاوية بين الملف والمجال قد ايه؟ هتقول لي عشان عمودي يعني السيتا ديت يا مستر ب90. هقول لك جدع، سيتا واحد دي ب90. اوعى تقول لي ساين صفر. انا بتكلم على سيتا طيبه، سيتا بتاع فاي ام بين الملف والمجال، فخلي بالك. طب لو كان قال لي يحسب الاي ام اف المتوسطه خلال ربع دوره بدءا من الوضع الموازي. موازي يعني السيتا واحد الطيبه دي هتبقى بصفر. خش كده على السيتا 2، اسهل سيتا هتقابلها في حياتك. السيتا 2 دي شوف السيتا واحد بكام؟ اللي هي 90، وزود عليها الزاويه اللي دارها. هو دار قد ايه؟ هتقول لي من هنا لحد هنا اللي هي ربع دوره 90 درجه، صح؟ هقول له كان 90 وهزود عليها كمان 90 يديني 180. ساين 180 على تحت من يا مستر سيتا 2 اللي هي 180 ناقص سيتا واحد اللي هي كام؟ اللي هي 90. حد يقول لي لا مش فاهمها. هقول لك يا عم صل على النبي. شو هو بدأ من الوضع العمودي؟ ادي يا معلم الوضع العمودي اهو. وهو عايز المتوسطة خلال قد ايه؟ مش خلال ربع دورة. امشي كده ربع دورة. ما هو يا مستر لو مشي ربع دورة بقى مستوى الملف موازي، وعشان هي طيبة انا بختار الزاوية بين الملف والمجال هو موازي، يعني المفروض اقول له ساين صفر. وسيادتك عارف ان ساين 180 هي نفسها ساين الصفر، فمش فارقة كتير. فالقانون ده بصراحة يعني هيلخص معاك الكلام كتير. يعني مسألة كمان يا مستر، هيقول لك احسب لي الاي ام اف المتوسطة خلال، مش شرط بقى ربع دورة، لأن الربع دورة والنص دورة والتلات ارباع دورة والدورة كاملة دول موجودين في الكتاب ومحفوظين. طب جه قال لي سدس دورة، تلت دورة، تلتين دورة، أعمل إيه؟ بس هو قال لي خلال تلت دورة بدءا من الوضع الإيه؟ بدءا من الوضع العمودي. بدءا من الوضع العمودي. زي الفل زي الفل. هقول له الاي ام اف المتوسطة، دايما كلمة متوسط هيجي معاها كلمة خلال، هتساوي سالب 360. القيمة الماكس اللي هي ب200. ال200 دي يا مستر اللي هي موجودة في المسألة اللي فاتت، لازم يديك الماكس أو حاجة نوصل بيها للماكس. ممكن يديني الفعالة فاضربها في جذر 2 فاجيب الماكس. ممكن يديك قيمة لحظية فتقول له الاي ام اف هتساوي الماكس ساين سيتا. اللحظية هيديك السيتا بتاعتها فاجيب منها الماكس على 2 باي. المفروض ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1 على سيتا 2 ناقص سيتا 1. مين يا مستر السيتا 1؟ خلي بالك هو قال لي بدأ من الوضع العمودي، والسيتا ده قلنا ان هي طيبة. طيبة اللي هي بكام؟ عمودي يعني 90. زي الفل. طب هو عايزها خلال قد ايه؟ عايزها خلال تلت دورة. تلت دورة يعني تلت في 360 هيديني 120 درجة. السيتا 2 دي سهلة جدا. شوف السيتا 1 كانت كام؟ اللي هي 90، وزود عليها الزاوية اللي دارها اللي هو بيقول لي خلال 120 درجة، فاقول له 90 زائد ال 120 هيديني يا مستر 210 على ال 210 ناقص السيتا 1 يا مستر اللي هي ب90. طلع آلتك الجميلة واحسبها. ده يا مستر السؤال الثاني في المتوسطة. السؤال الثالث يا مستر ده جه دور أول 21، وبفضل الله هنحلها لك بمجرد النظر واحدة واحدة كده. بيقول لي ده يا مستر الاي ام اف ودي السيتا. حلو كده. جه هنا وقال لك ان القيمة دي ب10، وهنا الزاوية دي 45. ايه السؤال؟ بيقول لك احسب لي الاي ام اف المتوسطة خلال تلت دورة. تلت دورة يعني قد ايه؟ متوسطة خلال تلت دورة. تلت دورة دي يا مستر يعني تلت في 360 هيديني 120 درجة. صلى على النبي بقى. طبعا التلت دورة دي انا مش حافظ لها قانون، يعني انا حافظ ان المتوسطة بتاع ربع دورة 2 على باي في الماكس حصل، انما التلت دورة دي انا مش حافظ لها. فهقول لك بص تعال، مش التلت دورة دي 120 درجة؟ هتقول لي اه. مين اقرب حاجة ليها من الحاجات اللي انت حافظها؟ هتقول لي الربع دورة. هنجيب المتوسطة خلال ربع دورة. كام المتوسطة خلال ربع دورة؟ هتقول لي 2
على باي في الماكس. هل الماكس معايا؟ هتقول لي لا، مش ال10 دي زاويتها 45؟ قلنا مين ال45؟ هتقول لي هي القيمة الفعالة، ف10 دي هي القيمة الفعالة، فلما اجيب منها الماكس، الماكس هتساوي 10 في جذر 2 هيديني 10 جذر 2. او هتقول له ان ال10 دي اللي هي الاي ام اف اللحظيه هتساوي الاي ام اف ماكس ساين 45، يطلع معايا الماكس هتساوي 10 على ساين 45 هتديني 10 جذر 2. دي لما اطلع الاله واحسبها هتطلع معاك 9 وشويه. دي بتاع ربع دوره صح؟ انا عايز تلت دوره. بص على الاختيارات، هي 9 موجوده، ال9 دي بتاع الربع مش التلت، فال9 دي غلط. حلو كده؟ حلو. انا عملت لك بقى حاجه حلوه كده اوعى تنساها في المتوسطه، الا وهي مش هنا المنحنى بدأ من الصفر، الصفر اللي هو الوضع العمودي صح؟ لو يا مستر ملف الدينامو بدأ من الوضع العمودي من الصفر لحد ال 135، من الصفر لحد 135 المتوسطة هتزيد. بمعنى ايه؟ يعني جه قال لك مين اكبر، المتوسطة بتاع سدس دورة ولا المتوسطة بتاع ربع دورة؟ هقول له السدس دورة، يعني سدس في 360 تطلع معاك 60 درجة، تمام كده؟ طب الربع دورة هتقول له ربع في 360 يطلع معاك 90 درجة. مش ال60 وال90 الاتنين ما بين الصفر وال 135؟ هتقول له اه. هقول لك الكبير يكسب. مين الكبير؟ ال90 درجة، فلذلك المتوسطة خلال ربع دورة تكسب السدس دورة. طب اللي بعدها مين يكسب، التلت ولا الربع؟ هتقول لي التلت ده يعني 120 درجة والربع ده يعني 90 درجة، مين يكسب؟ هتقول لي ال 120 تكسب ال 90. طالما الرقمين ما بين الصفر وال 135 الكبير يكسب، وبناء عليه مين يكسب، التلت ولا الربع؟ هقول لك ده هو بدأ من الصفر، يبقى القاعدة بتاعتنا تمشي اللي هو الكبير يكسب طالما بين الصفر وال 135، فدي هتكسب دي. طب الربع دورة طلعت 9، ما هو دي لازم تبقى أكبر منها. من الرقم الوحيد اللي أكبر من ال9 10 وواحد. ما ضربتش قلم غير في فكرة حاجة أنا حافظها اللي هي 2 على باي في الماكس. بالراحة كده، لو المنحنى بدأ من الصفر اللي هو الوضع العمودي هنقول له من الصفر لحد 135 الكبير يكسب، يعني التلت يكسب الربع والربع يكسب السدس وهكذا. طب من بعد ال 135 لحد الآخر الكبير يخسر. بمعنى يجي يقول لك مين هيكسب، المتوسطة من هنا لحد هنا اللي هي بتاع نص دورة ولا 3/4 دورة؟ نص دورة اللي هي ال 180 و3/4 دورة اللي هي ال 270. لا ال 180 تكسب ال 270. طب جه قال لك بتاع 3/4 دورة ولا دورة كاملة؟ دورة كاملة يعني 360 و270 درجة ده اللي هي ال3/4. لا يا مستر الكبير يخسر. ما بعد ال 135 لحد الاخر الكبير يخسر، والدليل ان المتوسطه يا مستر خلال دوره كامله هتبقى بصفر، لان هيبقى فيه نص فوق وفيه نص تحت. فالقاعده دي تاخدها هتجرب بيها الاختيارات بفضل الله هتطلع معاك. السؤال ده دور اول 21. تعال كده نبص على دور تاني 21. جه قال لهم في الشكل المقابل ادي الاي ام اف مع الزمن، اداهم القيمه الماكس على طول ب 200. حلو كده؟ حلو. قال لهم بقى ايه؟ احسب متوسط. طبعا متوسط لازم يحدد لي البدايه والنهايه. هو لو جه قال لك خلال سدس دوره هو كده يعتبر محدد لك الفتره. جه قال لك خلال تلت دوره اللي هي تلت في 360 كده يعتبر محدد لك الفتره. انما احيانا مش هيديك الفتره على طول، هيديك الزمن. زمن هتسيتا على طول، سيتا بتساوي 360 اف تي. ركز كده على المسألة. بيقول له هات له المتوسطة من زمن اسمه صفر لحد زمن اسمه 1 على 30. هعمل انا ايه بقى؟ هقول له من الزمن ده اروح اجيب السيتا عشان احدد المنطقة اللي انا هشتغل فيها. فهقول له ان السيتا هتساوي 360 اف تي. من التي ده اللي هو من كذا لكذا. لو جه قال لك من صفر لحد الثانيه الثانيه فاقول له يعني الزمن بثانيتين. ممكن يقول لك من الثانيه الاولى لحد الثانيه الخامسه فاقول له 5 ناقص 1 يدينا 4. فهنا الزمن كام يا مستر؟ 1 على 30. يبقى 360. الاف يا مستر ده انا هجيبه من الشكل، هتلاقيه لو ركزت هتلاقيه عمل دوره وهو قال لك كل 4 من 100 ثانيه. هقول له يبقى الاف ده بتساوي ان على تي، هو عمل دوره اهيت كل 4 من 100 ثانية، وهو عايزه خلال فترة قد ايه اللي هي 1 على 30. تحسب يا مستر السيتا تطلع معاك 300. مين ال 300 دي؟ دي الزاوية اللي انا هجيب المتوسطة خلالها اللي هو من هنا. طبعا دي 90 دي 180 دي 270، هي بعد ال 270 بشوية اللي هي هنا كده يا مستر. فانا عايز اجيب المتوسطة خلال الفترة دي كلها.
طبعا ال 300 دي انا مش حافظ لها قانون، انا حافظ لل 270. حصل؟ حصل. قدامك حلين دلوقتي، انك تقول له سالب 360 الاي ام اف ماكس ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1 على 2 باي سيتا 2 ناقص سيتا 1، او تحلها بالاستبعاد. ازاي؟ ال 300 دي انا مش عارفها صح؟ مين اقرب حاجه لل 300 اللي عارفها؟ اللي هي المتوسطه بتاع 3/4 دوره. هنجيب يا مستر المتوسطه بتاع 3/4 دوره. القانون بتاع المتوسطه بتاع 3/4 دوره هو 2 على 3 باي في الماكس. الماكس بكام يا مستر؟ ب 200. لما احسبها تطلع معاك حوالي 42 ونص. دي يا مستر المتوسطه بتاع 3/4 دوره، انا عايز بتاع ال 300، فاكيد الرقم ده غلط. حلو كده؟ وانا قلت لك ايه؟ بقول لك تاني، من 0 لحد 135 لو المنحنى بدأ من الوضع العمودي وليس الموازي، لو بدأ من العمودي من 0 لحد 135 المتوسطة بتزيد، ومن بعد ال 135 لحد ال 360 الكبير يخسر، يعني ال 300 هتخسر من ال 270. طب يا مستر ال 270 اللي هي 3/4 دورة المتوسطة بتاعتها طلعت 42 ونص، طب ال 300 اللي هي أكبر منها واللي هي هتخسر أكيد تحتها، يعني كل اللي أكبر من ال 42 غلط، فدي يا مستر غلط ودي غلط. فاضل لي من يا مستر 19 واحد. حليت أصعب سؤال يعتبر جه في الدينامو في السنوات السابقة بالاستبعاد يا مستر. نلخص يا مستر كده كل الحاجات اللي احنا خدناها لحد دلوقتي. خدنا يا مستر الفعالة، وقلنا ان الفعالة ديت وانا بحسب القدره والطاقه بتبقى معانا الفعاله اللي هو الاي افكتيف والاي ام اف افكتيف هيساوي الماكس على جذر 2، فما تنساش الحته دي. الحته الثانيه هي قانون المتوسطه، وخلي بالك ممكن يديك رسمه للاي ام اف ويقول لك هات متوسط التيار، ما تخافش. هي الفكره لما يقول لي في الشكل المقابل اركز كويس قوي. الشكل ده ابص، هل انا بتعامل مع فاي ام على محور الصادات فهو غلبان، ولا بتعامل مع شياطين اسمهم اي ام اف وتيار وعزم ازدواج؟ فخلي بالي، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه احيانا زي ما حصل في 22 يقول لك في الشكل المقابل ابص على الشكل كويس قوي، هل هم بيبقوا حلقتين تحت بعض فيديني تيار متردد يعني متغير الشده ولا الاتجاه، ولا يا مستر هيبقى نصفي اسطوانه اللي هي حلقه مقسومه حتتين فهيدينا تيار موحد الاتجاه يعني كله فوق؟ فخلي بالك من دي. بالنسبه للمتوسطه قلنا القانون بتاعها الاساسي سالب ان دلتا فاي ام عن دلتا تي. هنفك بقى الفاي ام دي بي اي ساين سيتا، والسيتا بتاع الفاي ام دي غلبانه. اختصرناها في الاخر لقانون بيلخص معايا الدنيا، الا وهو سالب 360. لو انا معايا القيمه الماكس حط القيمه الماكس واقسمها على 2 باي في البسط فوق ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1 على سيتا 2 ناقص سيتا 1، حيث ان السيتا دي هي سيتا طيبه اللي هي بتاع الفاي ام اللي هي بين الملف والمجال. ثم بعد ذلك ممكن مسائل صعبة احلها بفكرة الاستبعاد. ازاي يا مستر؟ لو المنحنى بدأ من الصفر اللي هو الوضع العمودي، الكلام ده على اساس انه بدأ من الوضع العمودي، من صفر لحد 135 الكبير يخسر، يعني ال 120 درجة المتوسطة بتاعتها تكسب ال 90 وال 90 يكسب ال 60 وهكذا. من بعد ال 135 وانا رايح لل 360 الكبير يخسر، يعني ال 270 تكسب ال 300 وال 300 تكسب ال 330 وال 330 تكسب ال 360. ده لو بدأ من الصفر. طب يا مستر لو بدأ من الموازي، يعني المنحنى لو بدأ من فوق، ساعتها اقول له بقى طول ما انا رايح من الصفر لحد ال 180 المتوسطة تقل. بمعنى بص دي كده، وزي ما قلت لك ما في فرق بين الاي ام اف والتيار، يعني لو اداك حاجه للاي ام اف هاتها واللي يطلع اقسمه على الار، حيث ان الاي ام اف بتساوي اي في ار. ما في فرق في الدينامو بين الاي ام اف والتيار. هات الاي ام اف واقسمها على الار يبقى انت جبت التيار، او هات يا عم التيار واضربه في الار هات الاي ام اف. بص على دي كده، ممكن يقول لك في الشكل المقابل، بصيت على الشكل انهي اكبر، هو يقول لك كده انهي اكبر، المتوسطه خلال سدس دوره هل هي اكبر، ولا المتوسطه خلال ربع دوره اكبر؟ طبعا هيبقى ضياع وقت لسيادتك جدا في امتحان ثانويه عامه في الاخر وتقول لي انا هحسب السدس دوره لوحدها وهحسب الربع دوره لوحدها، هتاكل منك وقت جدا. امال اعمل ايه؟ مش هو هنا الاي اللي هو الشيطان ده بدأ من الماكس، ماكس اللي هو الوضع الايه الموازي، والدينامو الوضع الموازي ده وضع مخيف حبتين. فخلي بالك ابو موسى يقول لك ايه؟ ابو موسى يقول لك من هنا طول ما انت نازل لحد هنا
المتوسطة بتقل، والدليل حاجتين. الحاجة الأولى إن من هنا لحد هنا المتوسطة بصفر. أيوة، لأن أنا عندي ربع في الموجب وربع في السالب، فاللهم اضرب الظالمين بالظالمين. يعني من هنا لحد هنا اللي هي المتوسطة خلال نص دورة، يعني من هنا لحد هنا بدءا من الوضع الموازي بصفر، لأن في ربع فوق وربع تحت صفر، أكيد قبلها كان في رقم، وبالتالي من هنا لحد هنا المتوسطة وانا نازل المتوسطة بتقل، يعني اللي يجي في الاول يكسب. فلما يقول لي المتوسطة خلال سدس دورة، يعني ايه يا مستر سدس دورة؟ يعني سدس في 360 اللي هي 60 درجة. ويعني ايه ربع دورة؟ ربع دورة يعني ربع في 360 يديني 90 درجة. مين يا مستر اللي جه الاول؟ ال60، فلذلك دي هتكسب دي، فاقول له اكبر منه. تعرف بقى لو كانت في الرسمة اللي فاتت لو كان بدأ من الصفر كان ال90 يكسب، لان انا قلت لك من صفر لحد 135 الكبير هيكسب. فخلي بالك. حد يقول لي يا مستر طب عرفتها ازاي؟ جت ازاي يعني؟ هقول لك بص، اصل 60 درجه دي يا مستر يعني من هنا لحد هنا مثلا الفتره دي عارف يعني ايه؟ يعني بالراحه كده وفك كده وما تخافش، يعني ما تخافش من المنحنى حبيبي، ده منحنى يعني 10 9 8 ارقام بتقل وبتزيد. 10 9 8 7 وليكن مثلا دي من ال10 لحد ال5، تمام؟ انت في المنطقه دي انت بتتعامل مع الكبار، يعني 10 9 8 6 لسه ما قلتش قوي ورحت للصفر والواحد والكلام ده كله، فاكيد المتوسط بتاعها هيبقى رقم حلو. انما لما اجي اقول لك ربع دوره اللي هو من هنا لحد هنا، انت يا باشا نزلت لي بقى للتلاتة والاتنين والواحد، بمعنى انت امتحنت 5 امتحانات، في امتحان جبت 9، في امتحان جبت 8، في امتحان جبت 7، في امتحان جبت 6، في امتحان جبت 5، فالمتوسط هيبقى الى حد ما كويس. انما انت امتحنت 10 امتحانات، في امتحان جبت 0، امتحان جبت 1 و2 لحد لما وصلت لل9، متوسط مين احسن؟ هتقول لي الاولاني بالظبط كده. فلذلك لما يبتدي من الموازي اللي يجي الاول يكسب، يعني السدس يكسب الربع. طب هديك سؤال، مين يكسب الربع ولا التلت؟ هتقول لي الربع ده اللي هو 90 درجة والتلت اللي هو 120 درجة، ده انا نزلت حتة في السالب. هتقول لي في الحالة دي الربع اللي هي 90 درجة تكسب التلت اللي هي 120 درجة. فخلي بالك. اتمنى يا شباب ان الناس يكون ظبطت الى حد ما الحتة دي. كده احنا خدنا حتة الفعالة والمتوسطة، باقي لنا ان شاء الله فيديو هنتكلم فيه على عدد المرات، وهنتكلم فيه على فكرة السيتا والزمن اللي هي السيتا 1 على السيتا 2 هتساوي التي 1 على التي 2، وان شاء الله هنتكلم فيه على تقويم التيار المتردد. اتمنى من الله لكم التوفيق والسداد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.